تأهل المنتخب المغربي ضد منتخب كوريا الجنوبية إلى ربع نهائي كأس العالم لأقل من 20 سنة. لم نكن نتوقع أن يصل المغرب إلى هذا الربع، وأصبح المرشح الأول للفوز بلقب كأس العالم لأقل من 20 سنة. المنتخب المغربي يفوز على المنتخب الكوري، لعب الكل في الكل وتمكن من تحقيق تأهل كما قلت تاريخي إلى الدور الثاني، هو ثاني في تاريخ. المغرب إن شاء الله يديو لاكوب، بصح اللي الدراري صغار تحتها الفوتبول تاعك هذا هو الفوتبول كاش راح يكون. المنتخب المغربي من الجانب البدني في الشوط الأول في الصراعات الثنائية كان أفضل من المنتخب الكوري. هل هذا يعود إلى البنية المورفولوجية يعني دو ناتور طبيعية للأفارقة القوية، أم أنه فيه تحضيرات خاصة والجانب البدني فرق بين آسيا وإفريقيا، ولك المجال للحديث عن هذا الأمر؟ الفريق المغربي دافع على اناكي بطريقه يعني شرسه ولعبوا فيها كان بلوك طريبه مومون دوني. هو من الجانب البدني ما نقول على اي اساس اذا نهضروا على المورفوتيب يعني على الكاباري، البنية المورفولوجية والخزان البدني والقيمه اللياقيه ولا الخزان البدني امر ثاني. موندوني علاش سيميدو هضرت لي على الخزان اللياقي الكوريا في الدقائق الاخيره؟ انت في هذه الحاله اذا شفت الخزان البدني تاعك نقص، ما تقدرش تلعب بافيا كان بلوك او وما تقدرش دير لي كونتر بريسين، من الاحسن نستنى اللور، نستنى الكرات وزيد. وين غلط كثير الفريق الكوري؟ استعمل كثير الكرات العرضيه، ونعرف احنا في الارتقاء صح سونغ سجل هدفين في اخطاء تموقع ان مومون دوني ودين اتونسيون اي مونك دو كونسونطراسيون ميم الجارديان دو بيت، ولكن 10 دقائق الاخرانيه داو كل الصراعات الثلاثيه. اذا كان البنيه المورفولوجيه اغلبيه الاحيان هي عند الفريق المغربي، اما اذا كان بالنسبه للخزان البدني هذا راجع للقيمه او مستوى التحضير كل منتخب. ما يخفالكش انه لاعبين الفريق الكوري بعد ما كان من يعني مما يدل على انك ما فيش مباراه لاكثر من 20 عرضيه في 10 دقائق، ضغط رهيب. انا اليوم حاجه اللي عجبتني مشاو للامام، شفنا المغرب نيفو طلع متقارب ياسر ما نساوش عندها ملاعبيه باهيين وقاعدين كلمه فيكتوار نعتبرها ميغيتي، اللي هو فريق محترم برشا ولربما مش يكون مفاجاه من مفاجات كاس العالم هذا. ان شاء الله يكمل هكايا. واكد مره اخرى انه في كره القدم العلم والاحصائيات والتاريخ في شيره ديما نقول هنا، لكن في الكره هذاك الشارم تاع الفوتبول سي المفاجات. المفاجات اللي وهذاك علاش نحبوا الكوب دي موند، خاطر نبداو السنه في لي سيربريز، خاطر حاجه مهمه برشا. انا ديما انا مع العلم ومع التقدم ومع الاحصائيات مع الشيء هذايا، ولكن كذلك يقعد ديما عنصر المفاجاه راهو موجود. حتى فوز منتخبهم عندهم نجوم يلعبوا في انديه كبيره في اوروبا ليك. والمنتخب المغربي انا البارح حبيت كان امن شويه بروحه، كان ينجم خاصه من الناحيه الهجوميه. سمير فكر يمكن في الدفاع اكثر، لكن عنده نجوم كبيره. كل منتخب الكبير برشا سمير عنده مدرب يعرف كيفاش ربما يوقف اللاعبيه، وعمل 3 تغييرات في نفس الوقت. ظاهر انه محضر كيف المقابله نتاعو وعارف وقتاش، وعمل على الفرديات من الناحيه الهجوميه، ما عملش اكثر على المردود الجماعي، وهذا اللي خلاه باش نلقاو انه منتخب باش يسيطر على منتخب اخر، والنتائج باش تكون قريبه برشا لبعضها. والكره تطورت برشا، والناس الكل ولات تعرف تحضر، والناس الكل ولات تعرف تدرس المنافسين، والناس الكل عندها اليوم نجوم يلعبوا في اوروبا، وعده نجوم اخرين. الحقيقه البارح كان يستاهل اكثر، الحقيقه ماهوش بالمردود تاع وصيف النسخه اللي تعدات. والمنتخب المغربي بالستار اللي عنده كبروا في العمر، كبروا في العمر. دوك اللي كان 26 ولا 30 ولا كان 28 معناتها، واكثر واحد حاضر فيزيكمون تلقاه في البلايص الكل في المدينه. دونك ما تبدلوش باسكو il y a eu de l'autoflagellation, il y a eu du sabotage dans ce pays. Maintenant si on veut se le mettre en cause, سي سهل نعاودوا يا خويا، ننساو البطولات وهاد يعني المنهجيه تاع التتويجات. On se donne quelques années, que ce soit au niveau des clubs ou des équipes nationales. Et vous verrez qu'en Algérie, بالك السنغال تسناو 10 ans ولا ما كاش. رشيد واش خير منا؟ انا الحاجه اللي دوختني انا غير كي نشوف اليوم لي U20 منتخب اقل من 20 سنه اون فينال، احنا ما رحناش ميم با، وكاين ناس مازال تصح في وجهها وتهضر، انت ما راحش ميم با. وواحد الوقت كنتوا تقولوا علي بن شيخ قاس لي جان جبناهم مليح، هما ثاني دي زالجيريان. تكذبوا على الناس، خدم في التيره ما تبدلش. هذه كيما حكايه الشعال توجو دوك اللي نجبد بها حكايه المتن. حنا نهضروا بنزرتي راك خسرت مع مقرا وخسرت مع الثوره، درت ماتش مع الثوره ما لعبتش مليح. لا شعال خلاص شعالك سيسبونديتو هكذاك. هذه تحكي ليش انا على قصتو لي جان؟ قال حنا ثاني ولي دي زالجيريان. شكون قال ماشي دي زالجيريان؟
بصح خويا كاليفيني يو 20 كاليفيني لا كوب دافريك مع الرجاله اللي راهم في مصر الان ما نخسروا ب4 ب3 تكاليفيا وانت ما راكش ميم با كوب دافريك وتزيد وتشك صحيح وتزيد تتكلم وتقول وحنا ودرنا ما درت والو انت ما درت. شوف السينيغال شوف الناس كيفاش تخدم يعني في كامل لي كاتيجوري لي يو 17 مي بريباري وحنا ما كاش ومن بعد ذاك نبداو نقولوا بلي جزنا اكوتي ما كاش امكانيات. على كل حال ما الذي يحدث حتى لا ننقل هذه التجربه تاع المنتخب السنغالي والاتحاديه ولا دي تي ان تاع السنغال مع منتخبنا الوطني ومنتخباتنا الشبانيه.